يا صباح الفل. نعمل قهوة وبعدين نشوف الواحد يقدر يحضر نفسه ازاي قبل ما يجي على كندا. يلا صباح الخير. يا صباح الفل. النهاردة نظرا للأحوال الجوية اللي مش تمام، درجة الحرارة هنا النهاردة ناقص 24، يعني حاجة يعني صعبة جدا. مش هنعمل اكتيفيتي بره، بس في ناس من صحابي كتير بعتولي عشان اتكلم انا ازاي جيت كندا، وايه الحاجات الواحد مثلا يقدر يعملها قبل ما يسافر، وازاي يحضر نفسه وحاجات من كده. فلازم تفهم ان كندا كمان عاوزاك تيجي، مش بس انت اللي عاوز تروح، لا هم كمان عاوزينك. دي حاجة مهمة قوي، لازم الواحد يفهمها في عقله يعني. طيب الواحد يقدر يحضر نفسه ازاي عشان يروح كندا او يسافر اي دولة تانية؟ متهيألي في 4 حاجات أساسية الواحد لازم يعملها. حاجتين أساسيتين واتنين مهمين جدا في رأيي. الحاجة الأولانية الأساسية إن الواحد لازم يتكلم لغات البلد دي. يعني لو أنا مسافر كندا المفروض على الأقل إن أنا أتكلم إنجليزي وأتكلم شوية فرنساوي، يعني مهمين برضو، لغتين مهمين جدا. لو أنا مسافر أسبانيا المفروض أتعلم أسباني. يعني ما بقولش إن الواحد يتكلم يعني مية مية، بس الواحد يعني يحاول على قد ما يقدر يتعلم لغات البلد يعني. الانجليزي ده حاجة اساسية، انا بتكلم دايما عن اللغة التانية. هنا في كندا اللغة التانية هي اللغة الفرنسوية، وفي المقاطعة اللي انا عايش فيها، انا عايش في مقاطعة كيبك، فاللغة التانية هي الفرنساوي. او يعني هي اللغة الاولى في مقاطعة كيبك. المهم، طب ازاي انا اتعلمت فرنساوي او اتعلمت انجليزي؟ انا كنت في مدارس حكومة طول عمري. ابويا كان بيساعدني شويه يعني في الانجليزي على قد ما يقدر، بس اكيد ما كناش بنتكلم في البيت يعني انجليزي، يعني دي حاجه ما اظنش ان في حد بيعملها كتير يعني في مصر. ولا في ناس بتعملها؟ اه تقريبا المدارس الانترناشونال وكده، بس انا ما كنتش في المدارس دي. المهم ما علينا. فالواحد بعد ما خلص الكلية مثلا قعد تاخد كورسات في أياميها، أنا من اسكندرية، فاتعلمت الإنجليزي في الأكاديمية العربية. الأكاديمية العربية دي كانت في وقتها بتعمل كورسات للإنجليزي تبع الجامعة الأمريكية. دي كانت حاجة لطيفة قوي. عندك كمان المكتبة بتاعة البريتش كونسل، دي مكتبة مهمة جدا. مش لازم يعني تبقى تاخد كورسات معاهم، لأن على ايام الكورسات كانت غاليه قوي في البريتش كونسل، بس كنت تقدر تروح المكتبه بسعر معقول يعني. فبرضه دي اكسنت تانية لطيفة كده، والانجليزي بتاعهم كان جميل. يعني انا كنت يعني الصراحة كنت بلوش، يعني كنت بجيب اكتر حاجة اعرف اعملها، يعني انجليزي بتاع امريكا، انجليزي بتاع بريطانيا، يعني ما كانش فارق معايا، المهم ان الواحد يعرف يتكلم. دي اول حاجه الواحد لازم يعملها. طيب والانجليزي ده هيدفعنا في ايه، او اللغه هتنفعنا في ايه؟ لا دي هتنفعك كتير جدا. انا في رايي ان انت كل ما بتتعلم لغه جديده كل ما بتبني طوبه جديده في شخصيتك. مع كل لغه انت بتتعلمها بتبني حاجه جديده، وبتعرف حاجات جديده عن ناس عمرك ما كنت تتخيلهم. يعني انا مثلا لما اتعلمت الفرنساوي عمري ما كنت اصدق ان انا يعني انا كان معروف عني زمان ان مع اصحابي الفرنساويين قبل ما اتعلم اللغه الفرنساوي ان انا كنت بقول ما فيش فرنساوي على الترابيزه بتاعتي، يعني اي حد عاوز يتكلم فرنساوي يروح على ترابيزه تانية، اللي عاوز يقعد معايا يتكلم انجليزي هي دي اللغه اللي انا بفهمها. وبعد كده لما سافرت فرنسا اول مره سافرت لقيتني ان انا بفهم فرنساوي، برغم ان انا درسته بس يعني زي كل الناس في ثانوي. كنت بفهم فرنساوي بس ما كنتش بعرف ارد، بس يعني بالجسم كده والحركة والكلام انا كنت فاهم هما بيقولوا ايه. فكان زي ما تقول كده نص الطريق حصل، بس انا محتاج بقى النص التاني. النص التاني ان انا اقدر اعبر عن نفسي. فمن هنا جاء ان انا كنت لازم اتعلم فرنساوي، وهي دي الحاجه اللي يعني اللي حببتني بقى في الشعب الفرنساوي والثقافه الفرنسويه. وان انا كان عندي صحاب كتير بقى فرنساويين، يعني الفضل يرجعوا فيه لواحد صاحبي اسمه محمد مثلا، هو ده اللي عرفني على كل الناس الفرنساويه، وكان ليها علاقه بالجاليه الفرنسيه اللي كانت في مصر يعني. فدي كانت حاجه مهمه بالنسبه لي. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن اول نقطة، ان انت لازم تتعلم اللغة. انا بتكلم للناس مثلا اللي هم من سن 18 لحد سن 30، تقدر يعني تقدر تتعلم اللغة واكتر من كده يعني لو انت عاوز يعني. طيب
إيه تاني حاجة بقى نقدر نعملها؟ هو إن إحنا نسأل نفسنا هي كندا عاوزانا ليه؟ أكيد هم عاوزين فينا حاجة. لو أنت بقى بتتكلم اللغة خلاص سيبك من حاجات اللغة دي. دلوقتي كندا عاوزاك ليه؟ كندا عاوزاك عشان بتشتغل، يعني ملهاش حاجة تانية، يعني يا بتشتغل يا عندك أسرة وعندك ولاد وهم عاوزين الولاد دول، يعني حاجة من الاتنين. ناخد بقى قهوة بقى. كندا عاوزاني عشان أنا بعرف أعمل حاجة. إيه بقى هي الحاجة دي؟ الحاجة اللي الناس متخيلاها إن كندا عاوزاني عشان أنا دكتور، عشان أنا مهندس، عشان مم... لا مش بس كده. في حاجات تانية كتير قوي مهمة زي الدكتور والمهندس وكل الحرف التانية، يعني كل الأشغال التانية. هم عاوزين، هي عاوزاني عشان أنا نجار، هي عاوزاني عشان أنا كهربائي، هي عاوزاني عشان أنا سباك، هي عاوزاني عشان حاجات كتير قوي، مش بس يعني اللي احنا متخيلينه في دماغنا. بس المهم أول حاجة إن أنت تبقى بتعرف تتكلم اللغة، يبقى عندك شهادة في الموضوع ده. فأنا بنصح كل حد إن هو الأول ياخد خبرة في المجال بتاعه، في مجال الدراسة بتاعه أو في مجال أي شغل. وما تنساش وانت بتاخد الخبرة، يعني مثلا 3 4 سنين خبرة في مكان ما، كل ما تمشي من مكان او كل ما تشتغل في مكان، ما تنساش ابدا 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 تطلب شهادة الخبرة وتسيبهم وانتوا زي ما بيقولوها كده يعني كويسين مع بعض. عشان اكيد في يوم من الايام في شركة تانية هتتصل بيهم تسألهم الراجل ده كان بيشتغل معاكم كويس ولا لا. فاحسن حاجة ان انت تسيب اي شركة وانت يعني هم راضيين وانت راضي، يعني باسلوب ظريف. يعني حتى لو انت مش عاوز خلاص، حتى لو انت جالك شغلانة احسن، حاول تسيبهم وانتوا كويسين مع بعض، يعني عشان تقدر تاخد شهادة الخبرة، وشهادة الخبرة يكون مكتوب فيها كلام لذيذ. دي تاني حاجة. يعني هما دول الحاجتين الحقيقي. لما رحت السفارة الكندية أول ما اتخرجت وأنا عندي عمري 20 سنة أو 22 سنة، قابلت حد هناك يعني رحت الساعة 5 الصبح تقريبا، كنت على الباب استنيت، عملت الطابور، دخلت جوه، قابلني حد من جوه راجل كبير، قال لي أنت جاي هنا ليه؟ قلت له أنا عاوز أهاجر كندا. قال لي أنت عندك كام سنة؟ قلت له أنا عندي 20 سنة. فقال لي أنت لسه صغير قوي، بس كويس إن أنت بتعرف تتكلم إنجليزي. يعني تقريبا قال لي اوكي في الخطوه الاولانيه، بس لازم ترجع تاني اسكندريه تاخد خبره في المجال بتاعك. انا خريج هندسه فاشتغلت مهندس لمده 5 6 سنين يعني في شركات كويسه. دي حاجه كانت لطيفه قوي، يعني نصيحه مجانيه الراجل جابها لي. في بقى حاجتين مهمين قوي غير ان انت تتعلم لغه وان انت يبقى عندك خبره في المجال بتاعك. ايه هما الحاجتين المهمين دول؟ اول حاجه في رايي انا ان انت لازم تسافر. لازم يبقى عندك خبرة السفر، لازم تبقى عارف ازاي تتصرف. مش لازم تسافر بره مصر لو مش قادر، يعني لو قادر تسافر بره مصر دي حاجة هايلة جدا، لانك هتمارس اللغة بتاعتك، هتتعرف على ناس جديدة، كل الحاجات اللطيفة دي. بس الحقيقة مش كل الناس، يعني انا في الاول ما كنتش قادر ان انا اسافر بره مصر يعني بالمرتب، حتى بمساعدة اهلي بكل كده. السفرية بره مصر دي جت بالصدفة يعني. بس قبل كده ان انت لازم تزور مصر نفسها، لازم يبقى عندك خبرة السفر، لازم تعرف اذا ضاعت منك الورق بتاعك لازم تعمل ايه، لازم تعرف اذا ما كانش عندك فلوس ومضطر ان انت تبات في اوتيل نص نص، يعني لازم تيجي على نفسك شوية. لازم تعرف ازاي تاخد كل واحد على قد عقله. كل الحاجات دي يعني هي مرتبطة جدا في رأيي انا المتواضع، يعني انها مرتبطة بالسفر. فلازم الواحد يبقى عنده خبرة السفر. في ايه بقى تاني؟ انا في رايي، انا كنت انا في مصر يعني كنت مهندس ميكانيكا، بس عمري ما اشتغلت حاجه بايدي. آه، ان انت تشتغل حاجه بايدك وان انت يكون عندك حرفه جنب الشغل، دي النصيحه اللي انا كنت اتمنى ان اي حد كان يقولها لي قبل ما اجي هنا. ان انت تقدر تشتغل، ان انت حتى تبيض، يعني دي حاجه بسيطه جدا انا ما كنتش اعرفها قبل كده. أنا اول مره بيضت هنا، بس لو كنت اعرف ازاي ابيض، لا كنت اول ما هاجي هشتغل على طول مبيض عبال ما الاقي حاجه تانية، يعني الحقيقه دي الحقيقه. بس يعني انا كنت محظوظ شويه. فاهم حاجه يعني من اهم الحاجات ان انت تقدر تبقى عندك حرفه بايدك.
ايه الحرفة دي؟ ممكن تبقى كهربائي، ممكن تبقى سباك، ممكن تبقى في حاجات بسيطة جدا. ممكن بس حتى لو بتعرف تجمع الموبيليا مثلا زي بتاعت ايكيا، لو بتعرف تجمعها وبتشتغل ده في الويكند، بتشتغل ده في الصيف، ان انت اي حد يبقى جايب حاجة من ايكيا تروح تجمعها له في البيت. مثلا في ناس كبيرة كتير ما بتعرفش تعمل الحاجات دي، فتروح تجمعها له في البيت. في افكار كتيرة جدا ان انت تبقى بتشتغل بحرفية يعني، وتحط الحاجات دي في السي في بتاعك. ممكن كمان ان انت تعمل عمل تطوعي. الاعمال التطوعية وان انت تخدم المجتمع بتاعك، دي حاجة يعني بترن في دماغنا كده بالحقيقة. يعني كانت بترن انا في دماغي في المصريين كذا زي بلا بلا بلا، يعني حاجات في الهجس يعني. لا، الحاجات دي مهمة جدا. انا فاكر كويس قوي ان في الانترفيو بتاعي وعشان اجي هنا، يعني في الانترفيو النهائيه عمل معايا الانترفيو قبل ما اجي هنا، كانت سالتني عن الاكتيفيتي اللي انا كنت بعملها مع المركز الثقافي الفرنسي. وانا كنت بعمل يعني عمل تطوعي صغير جدا معاهم، بس كان مهم جدا ان هم يعرفوا ان انا عندي الملكه او الهوايه او الانتنشن او يعرفوا ان انا عندي الرغبة في ان انا اساعد المجتمع اللي انا موجود فيه. المساعدة بتاعتك انت ممكن تبقى شايفها صغيرة جدا، بس هي بتفرق في المجتمع. يعني لو انت مثلا بتروح اللي هي الاعمال الخيرية اللي هي بتاعت مثلا الناس الكبار في السن، تقضي معاهم يوم، تساعدهم ان انت ترتب لهم حاجة، تعمل لهم حفلة. نفس الحكاية مع الأطفال مثلا، الأطفال الأيتام، لو أنت بتقدر تعمل لهم حاجة، لو أنت حتى من وقت للتاني بتشتري لهم. لا، الحاجات دي بتفرق جدا في معاهم يعني. فإحنا اتكلمنا على إن يبقى عندك خبرة في السفر، إن أنت تسافر يا إما جوه مصر أو بره مصر. وكمان لازم يكون عندك حرفة بتشتغلها أو بتعرف تعملها بإيدك. دلوقتي موظف في الحكومة، بشتغل الصبح وبعمل حاجات بعد الظهر يعني. بس لو كنت مثلا أعرف أعمل أعمال الكهرباء بعد الظهر، لا يعني كانت هتفرق معايا كتير قوي 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 يعني. مثلا يعني ده مثال بس يعني. بس بتمنى الخير لكل الناس، وده فيديو انا عامله عشان اقول للناس ازاي تحضروا نفسكم قبل ما تيجوا على كندا. هو فيديو بسيط يعني، ما فيهوش حاجات كتيرة وما فيهوش حاجات مكلكعة. بس والله الاربع حاجات: ان انت تتكلم اللغة، ان انت يبقى عندك خبرة في مجال شغلك، ان انت يبقى عندك خبرة سابقة في السفر، ان انت تقدر تعمل عمل يدوي. دي حاجات مهمة جدا جدا جدا، وكنت اتمنى ان اعرفها قبل ما اوصل هنا عشان كانت هتفرق معايا كتير. دي سلسلة من الفيديوهات انا هبتدي اعملها. لو كانت عجباكم فيا ريت تكتبوا لي في التعليقات اذا كان الفكرة دي عجباك ولا لا، ان احنا نعمل شوية فيديوهات عن كندا بجانب الاكتيفيتي اللي انا بعملها كل ويكند. وشاركوا معانا خبرتكم لو انت سافرت مثلا في اي مكان. في حاجات، يعني انا قلت اربع حاجات، تحبوا تضيفوا حاجات تانية للليستة ان الواحد يعملها وهو عنده مثلا من 18 ل 30 سنة، ان هو ازاي يحضر نفسه ان هو يسافر لدولة بره؟ يعني لو عندكم اي اقتراحات اكتبوها لي وانا هرد عليكم ان شاء الله. بس كده، اعملوا شير ولايك لو عجبكم الفيديو، ويا ريت تعملوا سبسكريبشن في القناة بتاعتي على اليوتيوب. باي باي، اشوفكم قريب.